منتخب مصر بيتعادل بنتيجة 1-1 مع غينا بيساو في تصفيات كأس العالم. بصوا، هو المنتخب فيه أخطاء كتير، التشكيل مش أفضل حاجة، أيوة، نادرا لما بنشوف جملة صح في الملعب، للأسف أيوة، لكن يبقى إن في تحسن نسبي عن اللي قبل كده. فاحنا لعبنا ماتشين خدنا منهم 4 نقاط، وكنا قريبين جدا جدا ان احنا نكسب النهارده وناخد ال6 نقاط من المباريتين، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا حاليا في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي فرق 4 نقاط عن المركز الثاني، فانا شايفة ان دي نتيجة مرضية الى حد ما يعني. فاتمنى ان المعسكر اللي جاي يكون الاخطاء دي اتحلت ونشوف اداء اقوى من كده بكتير، وكابتن حسام عنده اكتر من كده، فنشوف اداء مختلف للمنتخب يليق باسامي اللعيبه اللي موجوده. واي لاعب بيمثل انه بيلعب ومش عايز يلعب لانه خايف على نفسه، يا ريت نريحه ويكمل مع النادي بتاعه لحد ما يرجع يلعب زي ما هو اوريدي بيعرف يعمل ده. مبروك لكل عشاق الكره المصريه ومنتخب مصر. خلاص المنتخب صفحة واتقفلت دلوقتي، نرجع للعشق الأبدي، عودة الملك من جديد يوم الجمعة القادمة، الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز الساعة 7 مساء، ولا في غيره يفرحني فعلا. وما تنساش لايك وفولو للبيج، وللي ما يعرفش فأنا جنى وائل بنت الأهلي وبس كده.